بسم الله الرحمن الرحيم. من شيخ المداحين الدكتور أحمد الكحلاوي بهدي هذا العمل إعداداً وتلحيناً وغناءً وإشرافاً على جميع مراحل الإنتاج حتى تم بهذه الصورة المشرفة. هذا العمل إهداءً إلى الله ورسوله وإلى صاحب السيرة الصيامية فضيلة العارف بالله الشيخ أحمد صيام. لكل حق حقيقة، وفي حقيقة الحقيقة الله. أنا بدور على ربنا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه والنفس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله النبي الأكرم والمعلم الأعظم وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. صدق الله العظيم. رجل محمد. لله رجال ليهم أحوال، لله رجال ليهم أحوال، مجلسهم خير في نور وسلام. لله رجال ليهم أحوال، مجلسهم خير فيه نور وسلام، في كاس بيدور وقلوب من نور بتوحد رب كريم علام. وكلامنا اليوم كلامنا اليوم عن عمي صيام. كلامنا اليوم عن عم صيام، كلامنا اليوم عن عم صيام. لله رجال ليهم أحوال، مجلسهم خير فيه نور وسلام، في كاس بيدور قلوب من نور بتوحد رب كريم علام. وكلامنا اليوم كلامنا اليوم عن عمي صيام. كلامنا اليوم عن عم صيام، كلامنا اليوم عن عم صيام. حديثنا حديث أحمد عن رجل كثير القيام دائم الصيام، فصار أحمد صيام. الأحمدية فيه اسم ومعنى وغاية، والصيام عنده ليس له مدى أو نهاية. إنه يتوهج بالصمت ويتلألأ بالدعاء، فيذوب في الحضرة العلية ولا يرضى عن نفسه طرفة عين، فهو لا يعرف متى ولا كيف ولا أين.
الاسم أحمد والقلب صافي وصيام ده معنا بالحب وافي. الاسم أحمد والقلب ساجد وصيام ده معنا صيام جمعنا والمولى شاهد والمولى شاهد. عايش حياته يمدح صفات عايش حياته يمدح صفاته صفات حبيبه خير الأنام على طه منا ألف سلام. عايش حياته يمدح صفات صفات حبيب خير الأنام على طه منا ألف سلام. وكلامنا اليوم كلامنا اليوم عن عمي صيام. كلامنا اليوم عن عم صيام. كلامنا اليوم عن عم صيام. وكأن أبويه قد ترسما الغيب فأسمياه أحمدا، راجيين بذلك من الله تعالى أن يتبع النور الأحمدي وينطلق إلى عالم سرمدي من الأسرار والأنوار بعد البحث والإبحار عن شيخه المختار رجل محمد. نعم، لقد بصر حوله ولم يكتف بالنظر باحثا عنه، مع تقديره وتوقيره لكل عالم وشيخ وإمام لم يجد ما يشفي نفسه ويرويها ويهذب روحه ويهديها. وراوده إحساس مضيء أن ضالته هي رجل محمد، أي رجل تحقق فيه قول الحق سبحانه وتعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله. صدق الله العظيم. لكن أين يجده؟ فاجتهد وسهد وهام وقام باحثا متفحصا، فارتاد الحضارات والجلسات والمساجد والمنتديات بحثا عن ضالته المنشوده. فكان يشرب من هنا وينهل من هناك وهو على يقين من أن هناك علما هو علم القال، والذي يقوده العلماء من خلال النصوص والأحاديث والتفاسير. وهناك علم آخر هو علم الحال، الذي يسلكه العارفون تربية للروح وإطلاقا للقلب المفتوح الذي يحتوي ويسع رب الكون. وذات ليلة صادقة استجابت السماء لدعائه، وفي رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين السبط الشريف التقى بشيخه
عبد اللطيف. كان اللوقف سيدنا الحسين ابن النبي الصبط الشريف، أول ما جات العين في العين عمي وشيخه عبد اللطيف. كان اللوقف سيدنا الحسين ابن النبي الصبط الشريف، أول ما جات العين في العين عمي وشيخه عبد اللطيف. بدأ المريد يشرب يزيد، بدأ المريد يشرب يزيد من بحر عمه وصار قريب، خد علم حال علم الرجال، واللي يعيش لازم يدوق من نور نبينا خير الأنام. وكلامنا اليوم كلامنا اليوم كلامنا اليوم عن عمي صيام. كلامنا اليوم عن عمي صيام، كلامنا اليوم عن عمي صيام. لقنه شيخه عبد اللطيف علم الحال، وأخذ عنه طريق الرجال. وهكذا أصبح شيخنا الهائم راضياً بعدما أرساه الله تعالى على شاطئ الحقيقة المحمدية ليلحق بسفينة المعية الإلهية التي تسير في بحر الأنوار القدسية، يقودها الربان المختار محمد صلى الله عليه وسلم للوصول بنا إلى النفس الراضية المرضية. إنه الشيخ أحمد صيام. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة يعني ربنا بيكرم مصر كل شوية الناس طيبين، وزي ما اتقال قديما يعني إن الذوق ما خرجش من مصر، الذوق ما خرجش من مصر، فكذلك التقاليد الإسلامية ما زالت موجودة لحد دلوقتي في مصر، على أن ناس كتير قوي بيقدروا يحققوا الحكاية دي كويس. التقاليد الإسلامية اللي هي يعني بتحث على خدمة الغير والوقوف جنب الناس. فمن ضمن الناس دول اللي ربنا كرمنا بيهم يعني في الفترة الأخيرة الحاج أحمد الصيام أو الشيخ أحمد الصيامي. أنا عرفته عن طريق مدح الرسول الدكتور أحمد الكحلاوي. بداية معرفتي بعمي رضي الله عنه وارضاه كانت عن طريق والدي عليه رحمة الله العمدة عبد الحفيظ. كان والدي بيحتفي بعمي رضي الله عنه وارضاه عن طريق إقامة حفلة في البلد عندنا في الصعيد، في صعيد مصر. فدي كانت أول مرة أشوف عمي وأشوف أنوار حضرة سيدنا النبي في وجهه الشريف. التقيت به قدرا في مولانا الإمام الحسين فأحببته حبا جما. شرفت بعشرته 20 سنة، وكانت بداية معرفتي بحضرته كان أخويا المستشار محمد عبد الكريم. كنا بنقعد مع بعض كتير، وكنت بلاقي أخويا دايما حريص إنه يعمل مكالمة لعمي كل يوم. فالفضول في الحقيقة خدني إنه إيه يعني مين اللي أخويا حريص إنه يكلمه كل يوم. وانا عمال قعدت متفرج فترة، وبعدين تقريبا الكلام ده فضل سنة، وبعدين في لقاء فقال لي ايه رأيك انك انت في لقاء كده يجمعنا بعمي ونتغدى سوا وتيجي معانا. قلت له خلاص، ورحت. كان لي حظ ان انا اروح وقابلت سيادته، وكان في بيت حضرته لقمة. وبعدين واحنا خارجين في الحقيقة حضني حضن. انا يعني ابويا حضني وامي حضنتني، وكان لي حظ ان انا عشرتهم لسن ابويا عشرته 25 سنة وامي عشرتها 50 سنة، وما حسيتش الاحساس ده لا مع الام ولا مع الاب. شدني
في الطريق إلى الله. 2003 تحديدا، كنت أنا ساعتها رئيسا للمكتب الفني والمتابعة في محكمة جنوب القاهرة الابتدائية. لقيت زميل اسمه سيادة المستشار محمد فاروق علي الدين، زميل فاضل، دخل عليا المكتب وقعد. بدأت أتكلم معاه، إذا به يبكي. فقمت من على مكتبي وقعدت جنبه وطبطبت عليه وسألته في إيه، ولقيته بيتكلم بمنتهى الحنان ومنتهى الرحمة ومنتهى الإنسانية. وفي وسط الكلام جاب لي سيرة عم الشيخ أحمد صيام، فقلت له أنا عايز أتعرف عليه. تعلمت منه الحب وأخذني لشيخه اللي تلقى منه الشيخ عبد اللطيف أدومة رحمه الله رحمة واسعة. ومنذ هذه اللحظة قضيت معه سنوات. من كلام والدي عنه وأنا صغير وعم العمدة، كان في زيارة مولانا سيدنا الحسين بيلتقوا بيه في الساحة الصيامية في مسجده بالساحة الصيامية في الجمالية. وبدأت العلاقة من أول زيارة لي. كنت أسافر القاهرة مع والدي ومع عم العمدة، قابلته في القاهرة وبدأنا ندعيه لإقامة حضرة عندنا في الصعيد، سواء في العسيرات أو في قرية القبيبة اللي أنا منها. هذا الرجل الذي لم يعرفني به أحد، ولكن الذي عرفني بهذا العالم وهذا الولي المولى تبارك وتعالى، عندما رأيت في رؤياي بأن شيخ العرب قادم إلى بلادنا في نجع حمادي. فذهبت إلى المحطة في القطار أسأل، من عاداتنا بأن الرؤيا كما قال علماؤنا إذا وافقت قبيل الفجر تكون رؤيا صادقة. ظللت أنتظر، وبعد أن خرج صاحب المحطة ناظرها يقول كما قلت لك يا شيخ أحمد لم يكن لنا زيارات اليوم. وقلت أنتظر بعض الوقت، إذ بقطار النوم يأتي ويخرج منه رجل بهي الطلعة. فقلت من هذا الرجل؟ قالوا هذا هو الشيخ أحمد صيام. لما تقابلنا مع بعض كان في يعني حسينا ان في توافق روحاني بينا. وبعد مدة من التقائنا قال لي لا ده انا لازم اخدك معايا بقى للشيخ احمد صيام. وطبعا من ساعة ما تعرفت عليه ارتبطت بارتباط قوي جدا، وحسيت ان احنا يعني الحقيقة نعرف بعض من زمان، وحسيت ان في اب وفي صديق وفي يعني ولي من اولياء الله الصالحين، وهو بدون شك قطب من اقطاب الصوفية. في بحر حبك قد وجدت مطامعي أعلى المعالي تمكنا وكمالا. يا أنس أنسي يا رنين جوانحي، شدوي توسل بالغناء فنالا. أعلى المنى من مشرب متفرد قد خصه الرحمن منه تعالى. يا ورد قلبي رد قلبي لمهجتي، كم صار في ميدانكم أوصالا. قلب تمزق حرقة وتأوها ما عاد فيه بقية تتوالى. ردوه يا أهل الصدور لصدره، طال المسار تغربا وأطالا. ردوه يا أهل القلوب لأهله، طال المسار تحيرا وأطالا. أنا في حماك أروم كل عجيبة، وأراك عما للعموم وخالا. أنت الزمان لرحلتي ومكانها، أنت الجميع محبة ورجالا. يبقيك ربي عاليا ومجددا، يبقيك ربي
للوجود منالا. عمي ده مربي واخد عهده عن المعصوم، واللي طريقه سيدنا محمد نوره يدوم. عمي ده مربي واخد عهده عن المعصوم، واللي طريقه حبيبنا محمد نوره يدوم. هادي وراضي بكل ما قدر أو مقسوم، هادي وراضي بكل ما قدر أو مقسوم. عمي ده مربي واخد عنده عن المعصوم، عن المعصوم، واللي طريقه سيدنا محمد نوره يدوم. هادي وراضي بكل ما قدر أو مقسوم، هادي وراضي بكل ما قدر أو مقسوم. بيراعي الأيتام في الدار، عمي أبو صيام، لأجل ما يبقى في أحسن دار. عمي أبو صيام، بيراعي الأيتام في الدار، عمي أبو صيام، لأجل ما يبقى في أحسن دار. عمي أبو صيام، يشرب من ايد المختار على طه 100,000 سلام. يشرب من ايد المختار على طه 100,000 سلام. وكلامنا اليوم، كلامنا اليوم، كلامنا اليوم عن عمي صيام. كلامنا اليوم عن عمي صيام، كلامنا اليوم عن عمي صيام. والذي استمر في بحثه بين من يرى حتى أدرك أن عليه قراءة ما بين السطور في كتاب مسطور لينجلي أمامه النور، وذلك بأسلوب تفرد فيه، إذ أقام مجلساً عند مولانا الحسين رضي الله عنه وأرضاه، والذي قال فيه جده صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين. وهذا المجلس كان للصمت والبكاء. الصمت ليكون هناك وقفة مع النفس للمحاسبة يكشف أمامها سترها، فيدخل في بكاء التطهير ليجلو القلب ولتأتيه العزة من الذل، ويرتفع بالخضوع ويرقى بالخشوع، فيفوح أريج عطره ويدرك فقره واحتياجه لله تعالى، فيذرف الدمع على ما فات وخشية مما هو آت، ويأخذ خطوات السجود والقرب، فينصهر في بوتقة الحب، وتتردد في الكون آهاته، وتتساقط عند الواصلين عبراته. فلله رجال إذا هم أرادوا أراد، ولكل منهم باب يرتاده الأحباب تربية وعلما. ترى ألا يكون هذا الرجل الذي بحث واجتهد وتطهر وسجد وذاب عشقا في الله ورسوله حتى نجح في قتل هوى نفسه ليحييها بالذل والطاعة، ألا يكون رجلا من رجال محمد؟ نعم، وكيف لا، وهو الذي أخذ عن حبيبه محمد خصاله وصفاته، متمسكا بكلمة الله العزيز: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. صدق الله العظيم.
عشق اليتيم، وكأنه كلما أكرم طفلا يتيما فكأنما يتودد بذلك إلى اليتيم الأعظم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنشأ داراً بعون الله وقدرته لإكرام اليتيم. جبنا من الشؤون حوالي 28 طفل، وطبعا ارتبطنا مع الشؤون على أساس إن الطفل ده يجي من سن يوم إلى التعليم إلى الوظيفة إلى الزواج. كل طفل ليه دوسيه بخصوص يعني تعب أو أي حاجة فيه بيبقى ليه دوسيه طبعا الحتة الطبية. فطبعا فكرت إن أنا ده لما هيكبر وأنا هسيبه سن 15 سنة هتطرف، فأنا قلت أخده من الألف لليه، إن أنا أكبره ووظفه وأجوزه وأجيب له شقة. فإحنا ببنك الإسكان عملنا في كل طفل دفتر إسكان ليه شقة لما يكبر بياخدها. أبوي ده قصة وحكاية، سنين تعب وملا نهاية، وعنتبته هقول إيه، ده جسري بالوفاء. أبويا وعز من خيره، جناح وتعالى طيره، أنا اللي كفاية من غيره ما كانش هيبقى ليه. أبويا في الوفاة وحبه وهو مش قادر، أقول عايز يقول حاضر ويفتح كل باب مسدود، وأقول له ارتاح يرد وتيجي ازاي وانا المسؤول، ويخرج كل يوم مهموم ويرجع متعمد، واقول له يا ابويا حملني وهات من الشيله شايلني، لامتى يا ابويا هتشيلني؟ يقول لي طول ما انا في كل دقيقه بحياه بلامح ابويا جوايا، انا اللي بابويا بتبايع وبدعيله في كل سوق، وبدعيله في كل سوق، وبدعيله في كل سوق. عايز تقابل حضرة النبي؟ اخلص مع اليتيم. حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. شفت المعنى ده أو الحديث ده إنه عمي مطبقه فعليا في إكرامه لليتيم عن طريق إقامة دار إكرام اليتيم، ووجود أكثر من 27 طفل دلوقتي ما شاء الله أصبحوا شباب في جامعات، تخرجوا من جامعات مختلفة. مسحه على رأس الأيتام. ربنا سبحانه وتعالى من على حضرته بدار إكرام اليتيم فيها أطفال من الذكور تم أخذهم فرادا وهم في عمر يوم ويومين مولودين، وتم رعايتهم لغاية ما بسم الله ما شاء الله صاروا رجال النهاردة في المجتمع. فضيلة مولانا العارف بالله سيدنا الشيخ أحمد صيام رضي الله عنه وأرضاه يكرم أبناءه الذين قام برعايتهم وكفالتهم منذ نعومة أظفارهم. في وجود حضرته يتقدم سيادة المستشار محمد بن عبد الكريم ليكرمهم الذين دخلوا الكليات، فليتفضل سعادته مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الثمرة اللي عمي وضعها في الدار عندنا أبناء بسم الله ما شاء الله نباهي بيهم ملائكة في الخلق، في العلم، وفي المكانة. النهارده بنحتفل بمجموعة منهم تفوقوا في الدراسة وربنا سبحانه وتعالى أكرمهم والتحقوا بالتعليم العالي، وإن شاء الله بنستسمح عمنا في إنه يكرمهم. أولا عصام يوسف وردي بسم الله ما شاء الله كلية السياحة والفنادق. جابر مأمون نصار كلية السياحة والفنادق. رزق هاني فرج كلية السياحة والفنادق. كريم فرج يوسف كلية السياحة والفنادق. محسن أمين شحاتة معهد العالي للإنتاج الحربي. هشام سامي سليم كلية التجارة. عيد منصور جلال كلية التجارة. الشيخ أحمد صيام بالنسبة لي مش شيخ زي كل الناس، هو بالنسبة لي أكتر من أب وأكتر من جد. هو بالنسبة لي حضن، يعني إحساس اليتيم ده يعني ما حسيتهوش في حضنه هو. يعني أنا حتى لو كنت اتولدت في عيلة تانية وشفت مثلا أحفاد الشيخ أحمد صيام كنت هقول يا ريتني كنت من عيلة الشيخ أحمد صيام. الشيخ أحمد صيام يعني هو السبب اللي احنا وصلنا له. أنا دلوقتي في تعليم عادي في معهد عادي، ولما عشنا مع بابا عشنا بتربية، عشنا أسرة واحدة، حياة واحدة، كلنا عشنا تحت بيت واحد، يعني كان بيعيش معانا أكنن أسرة واحدة. اللي ربى خير من اللي اشترى دايما. وانا اتربيت دايما في العيلة المحترمة ديت، وجده دايما كان يحتوينا وكان يخاف علينا، وكان مكلف ابويا محمد صيام بالمهمة الصعبة ديت. بسبب جدي وبسبب بابا احنا وصلنا لكده، اكيد بسببهم هو وصلنا لكده. ما تعملوش معانا كلنا شغل، لما تعملوا معانا على اهل بيت واحد. اللي انا دلوقتي بشتغل في السياحة وبدرس في معهد عالي. لو لفيت الدنيا عمري ما هلاقي اب زيه، وبالرغم ان انا عصام يوسف لكن انا شلت اللقب بتاعه، وده شرف كبير ليا جدا، وان هو صاحب الفضل عليا. كنا دايما فينا حتة ربنا. اتعلمت ازاي احط اللقمة في بق المسكين، ازاي اغطي المسكين في عز البرد. كنا في الشتاء بننزل نغطي الناس وهي نايمة على الشوارع في الرصيف. ازاي انزل في شهر رمضان ااكل الناس. كنا بناكل الناس بعد في رمضان بنسحرهم. زارع فينا الطيبة، وزارع فينا الكرم، وزارع فينا ان احنا ناكل الغلبان، وزارع فينا الحب كله. كان بيخاف علينا اكتر ما كان بيخاف على اولاده، كان بيغطينا واحنا نايمين. شفت معاه الحنان كله، وحوط عليا وحافظ عليا لحد ما بلغت هذا السن. لقيت في معنى دين الإسلام، يعني عرفت معنى الإسلام في حضنه. هو بالنسبة لي يبقى شيخي، وبالنسبة لي أبويا، وبالنسبة لي جدي. وتعلمنا منهم الدين والتربية والأخلاق بفضل ربنا. ثم هو يعني وصلنا لمكانة عالية في المجتمع. يعني
أنا كفاية إن أنا بمد إيدي للمساعدة، مش بمد إيدي عشان آخد. جده اللي ورث حاجة لبابا، فبابا علمنا الكلام ده كله. فالفضل الكبير يرجع لجده، جد صيام، طبعا بابا محمد. اسمي رزق هاني، واحد من أحفاد جدي حبيبي الشيخ أحمد صيام. عصام يوسف، شيف لدى سياحة وفنادق. أنا جابر مأمون نصار، ابن من أبناء الشيخ أحمد صيام. كريم فرج يوسف، شغال بفضله يعني بعد فضل ربنا مجال قطاع السياحة والفنادق. اشتغلت شيف. عيني في دار إكرام اليتيم أبقى أنا مسؤول عنها. فعلا كانت رحلة كبيرة جدا، تواصلت فيها حوالي فوق 20 سنة، وخدنا الأولاد من سن يوم، وما شاء الله كانوا عدد 27 ابن، وعشنا بيهم في منطقة سيدنا الحسين في الجمالية. ده محسن، ده محسن يا سيدي، ده الدور عليه. حضرتك قلت انك هتاخد كل يوم واحد مع حضرتك. وده رزق، ده اسمه رزق. ده رزق، كله رزق، كله رزق. أول مرة أشوف دار أيتام 4 أدوار أو 5 أدوار بيعلم الشباب اللي فيها، بيعلمهم تعليم على أعلى مستوى، قاعدين في الإقامة كأنهم في فندق 5 نجوم. مطبخ كبير جدا بيساعد الكل، وإرساء التقاليد الإسلامية، وبيتعلموا كل حاجة بجانب إنهم بيتعرفوا على الدين الإسلامي بشكل صحيح، يعني من غير تطرف ومن غير خزعبلات ومن غير الشوائب اللي بتخش ساعات على الديانة الإسلامية. فالحقيقة شفت صرح جميل جدا جدا. مملكة ربانية، مملكة ربانية. فكرة الطفل هو رضيع، مجهود كبير جدا جدا، فكان دايما يصبرني ويقول لي يا محمد حاول تصمت وتصر انك تكمل عشان تلقى سيدنا النبي في تربتك مستنيك. فكانت هي دي الحكاية وهو ده الموضوع. كان يقول لي ان تربية اليتيم دي هي دي سبحتك، وهو ده اللي هيقربك من ربنا. الموضوع مش هو مهني، لا، الموضوع فيه ربنا، الموضوع فيه إخلاص، إنك إزاي ما تنامش غير ما هو ياكل ويشرب ويصحى، وتشوف دراسته وتشوف الحكاية إخلاص. الأعمال المجتمعية التي يحتاج إليها المؤمن أو العبد الصالح. وأنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، صلى الله عليه وسلم، هكذا قال. مريت على دار مليان أنوار، مريت على دار مليان أنوار، وعليه مكتوب دار المختار. وسألت يا ناس مين السكان، قالوا دول أحباب طه العدنان. وسألت يا ناس مين السكان، قالوا دول أحباب طه العدنان. عنهم قال رسول الله اللي كفلهم أنا وياه. 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 اللي كفلهم أنا وياه. وعرفت الدار، دار الإكرام، وعرفت الدار، دار الأيتام. هبة من الرحمن دي لعمي صيام. وكلامنا اليوم، كلامنا اليوم،
كلامنا اليوم عن عمي صيام، كلامنا اليوم عن عمي صيام، كلامنا اليوم عن عمي صيام. كما لم ينس شيخنا أن له مع الله بابا آخر هو إطعام الطعام، مستمسكا بكلمة الله، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العظيم. من الأمور الجميلة جدا اللي أنا اتعلمتها من عم الشيخ أحمد صيام إطعام الطعام. إطعام الطعام لا ده منهج، مش عمل اجتماعي بنأديه، لا ده منهج. ده يا عبادي كلكم جاء إلا من أطعمت اطعموني. فأنا شايف اللي جاي ده فيه ربنا، فلا بد ان انا اتأدب معاه قبل ما انا اقدم له اللقمه. وجدت انه يتقرب الى الله سبحانه وتعالى بشيء عظيم جدا 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 افضل من اي حد، وهو العطف على المساكين. والعطف على المساكين بايه؟ باطعام الطعام. رأيت في عمي الكرم وقول الله سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. لقيته ده في اطعام الطعام، سواء في الساحه في الجماليه او في ساحه ساعاته العامره بالصعيد. كنت إذا جلست أمامه وتكلم بمجرد ما يتكلم أبكي. جيت في يوم من الأيام تكلم كثيرا فلم تنزل مني دمعة، ما بكتش. هو بيتكلم وملاحظ اللي أمامه كلهم. دكتور قلوب ينفذ إلى شغاف القلب. ظل ينظر إلي وجدني عصية دمع. انتظر شوية وسكت. قال لي تعالى يا ولد. قلت له نعم يا سيدي. قال لي انت في جيبك فلوس؟ قلت له نعم. قال لي اطلع بره جيب اكل للناس المساكين اللي قاعدين. قلت له حاضر. طلعت جبت اكل، كمية اكل اعطيتها له. وزع الطعام. بعد أن انتهى من التوزيع أول ما تكلم انفجرت في البكاء. قال لي أيوه كده فتحت القفلة اللي كانت موجودة. شوف الكلام. إذن إطعام الطعام، الصدقة، أحد مفاتيح مغاليق القلوب. كان هناك ساحة طعام في الجمالية. ساحة الطعام دي الطعام فيها ممتد يوميا لكل سائل ولكل ذو حاجة ولأي شخص جعان يخش الساحة ياكل. بسم الله ما شاء الله. من ساعة ما عرفت عم الشيخ أحمد صيام 23 سنة دلوقتي، والساحة مستمرة في تقديم الطعام حتى اليوم. يا روايح حي الجمالية الله 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 الله، يا جمال الحضرة الصيامية مدد 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 مدد، يا روايح حي الجمالية الله 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 الله، يا جمال الحضرة الصيامية مدد 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 مدد، فيها الأنوار فيها الأسرار وقلوب مرتاحة ومرضية، قلوب مرتاحة ومرضية. يا روايح حي الجمالية الله 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 الله، يا جمال الحضرة الصيامية مدد 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 مدد، فيها الأنوار فيها الأسرار وقلوب مرتاحة ومرضية، قلوب
صيام واقف خدام ادي سيد ابو صيام واقف خدام على عتبة جميلة حسينية ادي سيد ابو صيام واقف خدام على عتبة جميلة حسينية سيدنا الحسين بيته واهله سيدنا الحسين بيته واهله والست الطهرة بتندهله الست الطهرة بتندهله سيدنا الحسين بيته سيدنا الحسين بيته واهله والست الطهرة بتندهله الست الطهرة بتندهله وبقال البيت الحب هداه وبقال البيت الحب هداه وكلامنا اليوم عن عمي صيام كلامنا اليوم عن عم صيام كلامنا اليوم عن عم صيام. وربنا سبحانه وتعالى من على عم الشيخ أحمد صيام بساحة تانية في الصعيد، في قنا، في العصيرات، ساحة أيضا ممتد فيها الطعام يوميا لكل ذي حاجة ولكل شخص يرغب في الطعام لسد جوع الفقير والمحتاج وذوي الحاجة. وفي كل يوم الخير بيزيد وفي كل يوم الخير بيزيد والبركة وصلت للصعيد البركة وصلت للصعيد وفي كل يوم الخير بيزيد وفي كل يوم الخير بيزيد والبركة وصلت للصعيد البركة وصلت للصعيد وللعسيرة وساحة صيام وللعسيرة ساحة صيام صلوا على خير الأنام كلامنا اليوم عن عم صيام كلامنا اليوم عن عم صيام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا هنا في قرية العسيرات التابعة لمركز فرشوط بمحافظة قنا وبالتحديد في ساحة العارف بالله الشيخ أحمد صيام، عادة سنوية درجت عليها الساحة الصيامية بالعسيرات على استضافة أهالي قرية العسيرات ونواحيها بل مركز فرشوط عموما، وذلك للاحتفال بصبيحة عيد الفطر المبارك وتناول طعام الإفطار بها، حرصا من الساحة على نشر مفاهيم المحبة والسلام والتآلف بين الناس على اختلاف ثقافاتهم ومكاناتهم الاجتماعية وأعمارهم لتقديم صورة صحيحة لإسلام المحبة. وفي هذا الإطار استعدت الساحة الصيامية لاستقبال ضيوفها والعمل على تقديم خدمة متميزة وراقية لهم. هذا أول أيام العيد، كل سنة وأنتم طيبين، وإحنا هنا في الساحة ساحة سيدي الشيخ أحمد صيام مستنين المصلين يطلعوا من الجوامع بعد صلاة العيد يتوجهوا للساحة علشان بنفطر مع بعض. وهذا الإجراء اللي من فترة طويلة الذي أدى إلى زيادة المحبة والوصال بين الناس. طبعا هذا ما يقرب من 1000 رغيف، لأن اللي بيتوجهوا للساحة للإفطار أعداد كبيرة، وكل عام وأنتم بخير. بالنسبة للتجهيزات طبعا عندنا يعني بنعمل حوالي 5 قدر فول كل سنة في عيد الفطر المبارك بما يساوي حوالي 50 كيلو فول يعني، وعندنا حوالي بتاع 1000 رغيف عيش بردك، وبنكيس فول بردك بنوزعه على الفقراء والمجاورين للساحة عشان نشاركهم فرحتهم بعيد الفطر المبارك. وده كله طبعا بفضل عمي وسيدي الشيخ أحمد صيام. احنا مستعدين للمياه السنة دي لوصول الناس اللي هتفطر عندنا. المياه كلها مفلترة
مستعدين بالثلج من يومين، والكولديرات في 2 كولدير في الساحة، وفي 50 شفشف و200 كوباية، واحنا في انتظار وصول الناس من الجامعة عشان تفطر. هتلاقي التجهيزات كلها ميسرة والمية ساقعة وكله تمام ان شاء الله. وحديثا من 3-4 سنين عمي أنشأ ساحة جديدة، ساحة ثالثة في المقطم، أيضا الطعام فيها يوميا يقدم لذي الحاجة والفقير والمحتاج. هنا الميزان للعالم فالله الله فمن ثقلت موازينه لعبد فاز في الدارين. هنا الحسين هكذا اختصرت الحياة وأوجزت في نظر هذا الشيخ الجليل إلى بابين: إطعام الطعام وإكرام اليتيم. فبهاتين العبادتين يتقرب إلى الله زلفى. طريق إطعام الطعام لكل محتاج أو فقير، طريق إطعام الطعام لكل محتاج أو فقير، مش منتظر أبدا جزاء من عند القدير، جزاء من عند القدير. طريق إطعام الطعام لكل محتاج أو فقير، مش منتظر أبدا جزاء من عند القدير، جزاء من عند القدير. تعلمت من عمي الإخلاص في أن تعمل لوجه الله سبحانه وتعالى. لما تأكل لوجه الله، أكل أحسن حاجة عندك. من حب الله سبحانه وتعالى لسيدنا الشيخ أحمد صيام أن يسر له أسباب الخير، أن ساعده على أن يساعد الفقراء والمحتاجين. أي حد
يحتاج حاجة لعمي بنلقى عمي موجود معانا، ما بيتأخرش. حد محتاج علاج، حد محتاج عمليات، عمي في حدود المتاح معاه ما بيتأخرش. وبدأنا رحلة كنت أنا موجود فيها وكان أخوي عصام وعمي بتكاليف ومساهمات من أحبابه، إن بدأنا نعمل أسقف لأسر في الجبل بحيث إنها من الساج بحدود الإمكانيات المتاحة معانا. وكان نفس الحمامات، نعمل حمامات أسر كان في ستات ما بتقدرش تقضي حاجتها إلا بالليل في الخلا. عمي وفر حمامات وعملنا للأسر دي في عدد كبير من الأسر في الجبل، في قرية فرشوط، في الحاج سلام والعركي وبعض النجوع وبعض قرى الدهسة فوق في الجبل. وأكرمنا عمي من يومها وبدأت النفحات بتاعته في الجبل حتى تاريخه حتى الآن. عم العطاء ولا سواك مثيلا، عم الكرام وقد منحت جزيلا، فرض على كل الرجال بحبه، فالحب قد فرض الصيام سبيلا. قابلته فوجدت أعلام الحمى، ورأيت عما باسطا وجميلا. فاستبشروا يا من أتيتم بابه، ما كان يمكن للصيام بديلا. لأبي صيام في المحبة منحة، زادت على أعلى العطا تفضيلا. لأبي صيام أعلى قصائد نادته يا حلو الصفا تفضيلا. لأبي صيام أحلى وصف بالوفاء، نعم المربي معلما وخليلا. تعال خش عليا كده. ده بتخش في ايه بقى؟ ده في لا مؤاخذة ممكن هدوم العيال في بطانية حاجة كده. بس ودي بتنام انت هنا؟ طب يا اشرف ماشي. معاك عيال قد ايه يا اشرف؟ معايا بنتين وولد. بنتين وولد. اللي احنا جبناه لك ده؟ تضحك كده. اضحك اضحك كده. فين يا راجل على كده ايه؟ ده ابنه يا عمي. وفي النصرة بتعملوا ايه؟ على كده المسجد وهنا على الموجد دي. النصرة بتنزل عليك والنصرة بتعملوا ايه لما بتنزل عليك؟ ده هو زي ما شايف يا باشا. زي ما هي كده؟ امال يعني هنروحوا فين؟ في معاش بيخشكوا؟ بيخش 100 يلا خد كل سنة وانت طيبة. والصحة يا باشا. ودي؟ الله يخليك. تجيب بيها عيش. الله يخليك يا باشا. عمرك تعال. ولا نكسر. يبقى اضحك ضحكة حلوة كده عشان مبسوط. ايوه. لا ما عشان عايز اصورني عارفه. يا ولد يا ولد. عارفه انا عايز اصورني. يلا. احمد حلوة دي. اتفضل يا عم. اتفضل يا سيدي. خش كده. السلام عليكم. ازيك؟ ايه اخبارك؟ عندك اولاد؟ ثلاثة. وجوزك موجود؟ تعال هنا. وعيالك؟ عيالي معاي برضه. طيب كويس. بص يا حبيبي هنا يا عم. تعال هنا يا عم. حاجة جميلة قوي. الله يسلمك.
ليس له سوى ذله ودموعه وصمته وخشوعه وإخوانه وأحبابه وتلامذته ومريديه الذين يتعلمون وينهلون من الرجل في صمت وأدب جم. يا رب الحفظ من عندك، يا رب الحفظ من عندك، يا رب إخواني احفظهم وتحسن ختامهم وتطهرهم وتذكرهم يا رب يا رب من نشهير يا رب من نشهير حضرة النبي سيدنا الحسين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، ألف صلاة وألف سلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسل الله. وصدقوا حين قالوا الباب مفتوح الباب مفتوح وابو الصيام بيربي الروح. الباب مفتوح الباب مفتوح سيد ابو صيام بيربي الروح. الباب مفتوح الباب مفتوح سيد ابو صيام بيربي الروح. الباب مفتوح الباب مفتوح الباب مفتوح الباب مفتوح الباب مفتوح الباب مفتوح سيد ابو صيام بيربي الروح. الباب مفتوح الباب مفتوح سيد ابو صيام بيربي الروح. الباب مفتوح الباب مفتوح الباب مفتوح الباب مفتوح. أجمل اسمة وأحلى نصيب خلى حياتنا مسك وطيب. أجمل اسمة وأحلى نصيب خلى حياتنا مسك وطيب. سيد أبو صيام يا عز حبيب سيد أبو صيام يا حبيب الروح. والباب مفتوح الباب مفتوح الباب مفتوح الباب مفتوح سيد ابو صيام بيربي الروح. الباب مفتوح الباب مفتوح سيد ابو صيام بيربي الروح. الباب مفتوح الباب مفتوح الباب مفتوح الباب مفتوح. ربنا نور بيك سكتنا ربنا تمم بيك فرحتنا. ربنا نور بيك سكتنا ربنا تمم بيك فرحتنا. انت نعيم الدنيا ونورها بلسم للقلب المجروح. والباب مفتوح الباب مفتوح الباب مفتوح الباب مفتوح سيد ابو صيام بيربي الروح. الباب مفتوح الباب مفتوح سيد ابو صيام بيربي الروح. الباب مفتوح الباب مفتوح الباب مفتوح الباب مفتوح. للأنوار دايما تدعينا وتدلنا على اللي بيهدينا. للأنوار دايما تدعينا وتدلنا على اللي بيهدينا. ذكر الله اللي بيحيينا نور النبي لقلوبنا يلوح. والباب
مفتوح الباب مفتوح الباب مفتوح الباب مفتوح شفنا الأدب العالي معاك ربنا من فضله أعطاك شفنا الأدب العالي معاك ربنا من فضله أعطاك يا أبو صيام أروحنا فداك ده أنت الحب منين ما تروح والباب مفتوح الباب مفتوح الباب مفتوح الباب مفتوح سيد أبو صيام برب الروح الباب مفتوح الباب مفتوح سيد أبو صيام برب الروح الباب مفتوح الباب مفتوح الباب مفتوح الباب مفتوح الباب مفتوح الباب مفتوح سيد أبو صيام برب الروح الباب مفتوح الباب مفتوح سيد أبو صيام برب الروح الباب مفتوح الباب مفتوح الباب مفتوح الباب مفتوح الباب مفتوح الباب مفتوح. ولم يكن شيخنا الهائم متواكلا يوما، بل كان دقيقا في اتخاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فعمل في بداية حياته بشركة النصر لصناعة السيارات، وأخلص في العمل مطبقا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. كنت شغال في شركة النصر لصناعة السيارات، كنت ملاحظ، وكنت وأنا في الشركة ألاقي الصواميل تحت المطرح بيركب البيبان بتاع العربيات وقعت. الصامولة دي بفلوس ويلمها الزبالي وارميها بره. أنا كنت ألمها وحطها في الصندوق عشان تجيب فلوس. ليه؟ والمصنع ده مش بتاع الحكومة، ده بتاع ربنا. الملاحظ بيغيب ويجي، إنما الملاحظ التاني شايفني على طول. فأنا عايز أعمل حاجة ترضي ربنا. فليس الأمر موقوفا على حضرة وذكر وتسبيح، حيث كان العمل عنده ذكرا وتسبيحا. ومن النصر للسيارات نصره الله بالقرب منه من أقرب الطرق، وهو رسول الله، فهام في حبه محافظا على مظهره وجمال لسانه، وتزوج ليرزقه الله ذرية صالحة أحسن تعليمهم وتربيتهم، حتى تبوأوا أماكن مرموقة سائرين على درب الوالد الكريم. ولعل أبرزهم محمد صيام، القائم على أعمال والده، مراعيا الإطعام ودار الأيتام، وهو حقا سر أبيه. من حسن حظي وسعادتي وهنائي إن ربنا سبحانه وتعالى جعل أبويا هو عمي في الطريق وأنا ابن صلبة. وربنا سبحانه وتعالى كان بيمن علي منه بنفحات كبيرة جدا، حببني في الطعام، حببني في تربية اليتيم، فكان بيعلمني إن الدين مش كلام، ده الدين فعل. وربنا سبحانه وتعالى أنعم علي بأحلى أب وأحلى عم. أنا رحت الصعيد منذ صغري عشان أشوف أحبابه وأولاده ومريدينه. لقيت إن تربية الرجل هناك عرفتني يعني إيه كلمة عم، يعني إيه كلمة حب، يعني إيه كلمة طريق. كانت نصيحة شيخنا الهائم لإخوانه ومريديه: عليكم بمحو الأنا لإثبات فضل الله، والكفر بالنفس للإيمان بقدرة الله. طريقك إلى الله في الذل والخضوع. خيركم
العالم العامل بعلمه، من يرى نفسه فقد بصيرته، من صدق مع نفسه صدق مع الله. حضرته طبعا يعني تربيته تربية شديدة جدا جدا على النفس، لأنها ضد أي حاجة بتبعد عنك نظرة الرضا من الله. شفت عنده حاجات ما شفتهاش في الكتب، علم جديد، لقيت فيه الواقع العملي للإسلام. وجدت أنه يقول خلاصة الأحاديث، خلاصة ما حباه الله سبحانه وتعالى من علم لا نعلمه نحن، من علم منحه الله إياه ليوصله للناس في خلاصته وفي معناه الأهم والأعم والأشمل. هو حضرته مدرسته يمكن يعني لو أردت أن أنا ألخصها في كلمات بسيطة أقول هي بتعتمد على الصمت في المقام الأول وليس الحديث، ولذلك إذا تحدث يعني كالذهب. عمي أفعال أكتر منه أقوال. شيخ له سمت خاص، فهو محب أولا للحياة ويحببك في الحياة، لا ييأسك منها أبدا. لما تسأله تقول له إيه هي الصوفية، يقول لك الصوفية هي الصفاء النفسي. لما تسمعه بيتكلم تحس إن هو مؤمن بالمسلك العلمي للصوفية، محب وقمة في تقبل الآخر. بالنسبة للمعاملات والسلوكيات الحقيقة أنا شفت الكثير مما لا أستطيع أن أنا أبوح به، لأنه طبعا شفت يعني أمور كثيرة الحقيقة يعني ديت أحتفظ بها لنفسي، لأنه ده يسمى بحديث الخواص. أما الحديث العام اللي أقدر أقوله وأنه دائما هو مدرستك بتقوم حضرتك على الالتزام بالشرائع المحمدية، على كثرة ذكر الله في آناء الليل وأطراف النهار. عرفنا عن إيه حب حضرة سيدنا النبي وآل البيت. ربنا سبحانه وتعالى عندما يصطفي أحبابه بيديم عليهم فضله وبيديم عليهم نعمته، ففكرة التواصل في الطاعات والتواصل في مجالس الذكر وزيارة أهل الله حتى بعد تجاوز 80 سنة وهو لا زال على هذا العهد مسألة الحقيقة مذهلة بالنسبة لي. ما قبل عمي كنت في حياة فيها غفلة وبعد عن الله سبحانه وتعالى. دائما هناك علامات يبحث عنها العبد الصالح، من أهم هذه العلامات أن يشعر بحب الله له، وأنا من هذه العباد. عندما تقابلت مع فضيلة الشيخ أحمد صيام، هذا الوجه النوراني ذو الصوت الهامس ذو الثقافة العالية، يغض البصر، يتحدث عندما يجب أن يتحدث، ويصمت ويستمع عندما يجب عليه أن ينصت وأن يستمع. يقدر الفن والفنانين، لأن الفن له دور كبير قوي وهو يعي هذا الدور. هو كشيخ يعي ان الدور ان الفن موصل جيد لأشياء كثيرة جدا قد لا يستطيع الواعظ ان هو يقولها، قد لا يستطيع الواعظ ان هو يوصلها. ففي معاشرتي لشيخنا الشيخ أحمد صيام لقيت فيه حبه، يعني ما في جلسة إلا مثلا نتكلم عن أم كلثوم مثلا، فتلاقيه بيتكلم باستفاضة ويضرب أمثلة بأغاني أم كلثوم في شرح بعض المسائل. أنت الذي تدري هواك ولا أنا في رحابك لست أدري من أنا، حتى يسامرني نشيدك حانيا من قلب جامعة الصيام وبالمنى. عم له نغم الطريق مصاحب،
عم له نغم الطريق مصاحب أبناءه في السائرين بلا عنا، ترك المسافة والزمان ملاطفا، لا شيء بينك في الوجود وبيننا، يشدو وبالفن اللطيف يعمنا، ويزيد من فن الصيام تفننا. هذه كنوز الفن تسمعها الورى، وتحار في الذهب المغنى وفي الغنى. الباب فن العارفين لها النهى، دهشت وهيمها الغرام بلا ونى. غنيت منها حيث أغناني الهوى، وربحت من كنز الصيام بمن أنا. أنا لست أدري غير أنغام الأولى، عزف المحبة والمسرة والهنا، يتناوبون النور في ليل الأنى. لهم الريادة بالبقاء وبالفنى، هم يسمعون الحب في همس الندى، والورد يرقص إن رأى منهم سنا. أنا من هواهم قد تملكني الهوى، وجعلت من حب الأحبة موطنا، ورهنت عمري للغناء مرددا أنت الذي تدري هواك ولا أنا. أيضا مثلا زيارة سيدي أبو الحسن الشاذلي فضيلة مولانا اصطحبنا كثيرا لزيارة سيدي أبو الحسن في حميثرة، وهو مشوار شاق جدا، مسافة بعيدة جدا جدا، بتكفل بالإقامة وبالإطعام الناس اللي بتروح. فالحقيقة بيعمل حاجات شيء طيب جدا جدا ويشكر على ده، والدافع اللي يعني أول الإسلام وأول الناس، ومصر مش هتقطع منها الخير أبدا طول ما في موجودين ناس طيبين أمثال الحاج أحمد الصيام. إن والدي رحمه الله محمد علي أبو سلامة أديب في معجم أدباء مصر، من المحبين لعمي فضيلة العارف بالله تعالى سيدي أحمد صيام رضي الله عنه، من المحبين لآل البيت رضي الله عنهم، وأولا وأخيرا هو محب لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وفي حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحب آل البيت، وحب سيدي أحمد صيام رضي الله عنه، يقول والدي رحمه الله: آل بيت المصطفى أنتم أحبابنا، يا شموسا أشرقت في دياجي ليلنا، رب واحفظ أمتي، رب وانصر ديننا، وسلاما للذي نوره قد عمنا. ربنا يكرمه ويخلي لنا ويطول طول العمر. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمره ويمتعه بالصحة والعافية. ربنا يحسن ختامه ويجمعنا بيه في الجنة إن شاء الله. ربنا يبارك لنا في عمي ويطول لنا في عمره ويزيده من أنوار حضرة النبي، وكل نفس وانت طيب يا عمي ويطول لنا في عمرك. رضي الله عن سيدنا الشيخ أحمد صيام، وبارك فيه وبارك في أحبابه وبارك في كل مريديه، وجعله الله سبحانه وتعالى خير خلف لخير سلف. ربنا يمتعه بالصحة يا رب ويطول في عمره. أتمنى إن ربنا سبحانه وتعالى أن أنول رضاه دنيا وأخرى يا رب العالمين. أدعو لك بدوام الصحة والعافية، وأن يكثر من أحبابك ومحبيك، وأن يحسن خواتيمك، وأن نلتقي جميعا
في الفردوس الأعلى من الجنة. ربنا يخليه لنا ويطول عمره. أسأل الله لحضرته الصحة والعافية، أسأل الله لحضرته المزيد من الوصال ما بينه وبين ربه وما بينه وبين رسول الله. تحياتي وتقديري واحترامي. هذا قليل من كثير في حياة الشيخ الجليل الذي يقر ويعلن في كل محفل وعلى كل مسمع: لست بعالم أو فقيه أو مشرع أو داعية، وليس لي عليكم ببيعة أو عهد، فعهدكم مع الله وبيعتكم لرسول الله، وما أنا إلا رجل أكثركم حاجة وذلا وخضوعا. عسى الله أن يقبلني ويقبلكم ويعينني لأكون ممن يستحقون أن يطلق عليهم رجل محمد. كان ليهم حال في طريق الله، كان ليهم حال نشروا الأنوار في قلوب الناس. الحب شريعة، الحب أساس، نشروا الأنوار في قلوب الناس. الحب شريعة، الحب أساس. حياتهم لينا عبر وعظات، وميراثهم لينا بركات نفحات. حياتهم لينا عبر وعظات، وميراثهم لينا بركات نفحات. وبآل البيت فتحوا الأبواب ولهم مريدين واقفين على الباب، وكمان عايشين ملايين أحباب. لهم مريدين واقفين على الباب، وكمان عايشين ملايين أحباب. ولا يمكن أوفي ولا كفي ولا يوفي كلام، لا يمكن أوفي ولا كفي ولا يوفي كلام عن عمي وشيخي وحبيبي، عن سيد أبو صيام، عن سيد أبو صيام، عن سيد أبو صيام، عن سيد أبو صيام. كان ليهم حال في طريق الله، كان ليهم حال نشروا الأنوار في قلوب الناس. الحب شريعة، الحب أساس، نشروا الأنوار في قلوب الناس. الحب شريعة،
الحب يا سلام